ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله بخير. خلاص يا شباب، هانت. انا عارف ان الوضع دلوقتي مش احسن حاجه وانكم خلاص تعبتم، خلاص مش قادرين تكملوا، بس صدقني هانت وما ضاقت الا ما فرجت زي ما بيقولوا. وخلي دايما قدامك ان مع العسر يسر. ده مش كلامي ولا كلام اي حد، ده كلام ربنا. خليك دايما متأكد إن أي حاجة كويسة الوصول بيكون ليها صعب، ولازم تدفع تمن وصولك ده، وانت حاليا بتعمل ده. فكمل للآخر عشان تستحق الوصول، وبإذن الله تحقق كل اللي انت بتتمناه. النهاردة هكلمك عن حاجة مهمة جدا، وهي طريقة بإذن الله لو نفذتها صح ومشيت عليها، أنا شخصيا أضمنك إنك في خلال 20 يوم بس هتقدر تلم كل المنهج، حتى لو انت مراكم المنهج كله ومبدأتش اي حاجة خالص من اول السنة. بإذن الله بعد ال20 يوم دول هتكون مخلص المنهج كله وكمان حالل عليه. بس ده طبعا ليه شوية شروط هكلمك عليها وانت لازم تطبقها عشان الطريقة دي تنفع معاك. انزل بس اعمل لايك واشترك لو لسه مشتركتش، وتعالى كمل معايا الفيديو. قبل الطريقة تعالى كده نتكلم عن كذا حاجة لازم تعملهم. أول حاجة إنك لازم يكون عندك النية إنك تعمل كده، وواخد القرار من جواك إنك خلاص هتبدأ تفوق وهتبطل تضيع وقت وهتنسى كل اللي فات ده، وهتبدأ تستعين بالله وتكمل لآخر السنة صح. يعني انت يعتبر جربت انك من اول السنة بتضيع وقت وعمال تقول هبدأ وما بتبدأش، ويوم ورا يوم وخلاص السنة بدأت تخلص. فجرب كده تبدأ تستعين بالله وتذاكر، مش يمكن يا جدع تظبط معاك؟ ما تجرب يا أخي، انت خسران حاجة؟ انت خسران كل حاجة. تاني حاجة لازم تقفل الفون نهائي، تقفله كده خالص، تقفله خالص، متقولش همسح الابلكيشن وبتاع، هتقفله خالص وهتسلمه لأي حد من أهلك. أظن يعني إن الفترة الجاية مش مستحملة إنك تضيع أي وقت، سواء بقى على الفيس أو الإنستا أو التيك توك أو أي حاجة تانية. طبعا بالنسبة لفيديوهات الشرح فالأفضل إنك تسمعها على لاب، لو ما عندكش لاب فتابلت المدرسة بتاعك هتمسح برضو من عليه أي حاجة خالص، ما تسيبش عليه غير اليوتيوب بس، أو المنصة اللي أنت مشترك عليها لو بتاخد أي حاجة أونلاين. تالت حاجة النوم. طبعا لو بتنام كتير لازم تقلل عدد ساعات نومك، مفيش بقى 8 أو 9 ساعات دي خالص، كبيرك في اليوم 6 ساعات، 4 دورات نوم كويسين جدا الفترة دي. واتكلمنا طبعا على ده في الفيديو اللي عملناه عن بداية شهر 5 وازاي نستغل الفترة دي، اللي لازم تسمعه لو لسه لحد دلوقتي ما سمعتوش، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. رابع حاجة واللي المفروض تكون أول حاجة، ان لو لسه علاقتك مع ربنا مش متظبطة لحد دلوقتي لازم تظبطها. لو ما بتصليش او مش محافظ على الصلاة كويس، خلي ليك ورد من القرآن، زود الدعاء، وصدقني الدعاء ده احسن حاجة انت ممكن تعملها في حياتك. خامس حاجة لازم تبعد عن اي حد ممكن يعطلك او يكون سبب انه يضيع وقتك. صحابك، زمايلك، بتعمل اي حاجة بتاخد من وقتك لازم تبطلها. الفترة الجاية مش محتاجة منك غير انك تذاكر بس، مجهودك كله في المذاكرة. نيجي بقى لأهم حاجة وهي الطريقة، وهي عبارة إنك هتاخد كل مادة في 3 أيام بس، بالحل بالمراجعة بكل حاجة تخص المادة. هتقولي إزاي؟ هقولك ده طبعا يعتمد عليك اعتماد كلي، وبيعتمد اعتماد كلي على إرادتك، وهل فعلا انت عاوز تلم الدنيا وتوصل وتحقق حلمك او تحقق اي حاجة انت عاوز توصل لها ولا لا. فانت لو عاوز تعمل حاجة وتعوض الوقت اللي فاتك لازم تعمل كده، وهقول لك تعمل ايه بالظبط. نمسك مثلا مادة زي الكيمياء. انت عندك الكيمياء مثلا 5 ابواب صح؟ هتقولي صح. اول باب بتاع العناصر، وده باب الى حد ما سهل، مفيش بس غير معادلات الحديد، وكده كده هيكون معاك كتاب المفاهيم هيكون فيه كل المعادلات دي، فما تشيلش همها خالص. عندك الباب التاني بتاع المسائل، الباب التالت بتاع الضغط والكلام ده، عندك الباب الرابع الكيمياء الكهربية، بعد كده الباب الخامس العضوية. فانت هتبدأ تقسم ال5 أبواب على ال3 أيام دول، هتقسم يومين للشرح والمذاكرة ويوم للحل. ولو المادة كبيرة زي مثلا الفيزياء أو الكيمياء هتبدأ تقسم مثلا
يومين ونص للشرح والمذاكرة ونص يوم للحل، وهكذا برضو في باقي المواد. مش عاوزك تطلع من التلات أيام غير وانت مخلص المادة. بص تشقلب كده وتخلص المادة ازاي؟ انا معرفش، لان ده حلك الوحيد انك تخلص المنهج في المدة دي. طب هتقولي هسمع شرح ازاي او اذاكر ازاي بالظبط؟ انت هتبدأ تشوف مدرس انت بترتاح لشرحه ويكون شارح الفصل او الباب ده كامل كمراجعة. مثلا مش شرط تكون بتاعت السنة دي، ممكن تكون بتاعت السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها عادي جدا. وزي ما ضربنا مثال فوق كده الكيمياء، هتبدأ تشوف مدرس انت بترتاح لشرحه، مثلا مستر خالد صقر، مستر عبد الجواد، أي حد انت بترتاح لشرحه، وهتبدأ تسمع الباب كامل. هتلاقي مثلا الباب كامل ساعتين، ساعتين ونص، 3 على حسب الباب ده حجمه عامل ازاي. هتسمع الفيديو وتركز كويس جدا في الشرح، ويا ريت لو تحاول تكتب وراه الحاجات اللي هو بيركز عليها والحاجات اللي هو بيأكد عليها، لأنها بتكون حاجات مهمة جدا. هتخلص الفيديو وهتبدأ تقرأ الفصل ده، وهتبدأ تلخص أهم النقط اللي في الفصل ده أو الباب ده. لازم تلخص أو تكتب أهم الحاجات اللي في الباب ده حتى لو مفيش وقت. ده هيساعدك جدا انك تفتكر المعلومة وانت بتذاكر وانت بتحل. وبإذن الله لو مشيت على الطريقة دي ونفذتها صح، انا اضمن لك انك بعد 20 يوم بالظبط هتكون مخلص المنهج كله، وهتبدأ كمان تحل شوامل. الموضوع بس انك تساعد نفسك وتبدأ، وصدقني والله ربنا هيساعدك. هو بس عاوز منك البداية، وفي ناس كتير بدأت متأخر ووصلت لكل اللي هي عاوزاه. بس تستغل الوقت اللي باقي وتهتم فعلا انك تتغير، وصدقني ربنا هيوفقك. بس يا شباب ده كان كل حاجة، اتمنى اكون فدتك ولو بمعلومة صغيرة. فما تقصرش انت بقى وما تعملش لايك او تشير فيديو لاصحابك، ممكن يكون حد فعلا منهم محتاجه. واشترك في القناة لان ان شاء الله الفترة الجاية هيكون في فيديوهات مهمة جدا، فلازم تشوفها اول ما تنزل ان شاء الله. طبعا لو عندك اي اسئله سيبها في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك في وقتها. بس كده يا شباب، ربنا يوفقكم جميعا، سلام.